إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بصوا يا حبايبي اهو رشة فارماسي قطعتها بس واحدة في الطول وبعد كده على طول كده يعني من النص بس وبعد كده كده ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اوريكم بقى بصوا الجيلي، بصوا الجيلي عرفتوا ليه انا حطيته. بصوا ده شكل جميل ازاي اكنك ملوناها. نشوفها من جوه. بسم الله. بصوا من جوه كلها موز طعمها تحفه. بصوا الشكل. بدل ما اجيب بسكوت واعمل مش عارفه ايه انا عملتها كده. انا اسفه ليكم والله على الصوت، اصل انا دايما صوتي بيبقى واطي شويه معلش اسفه اوي. هشوف لها حل ان شاء الله. هجيب لها هجيب لكم بتاع ديت حاجه تطلع لي الصوت، احطها جنب بقي كده تطلع لكم الصوت احسن من كده. السلام عليكم. اشتراكات ولايك ومشاركات. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انا ما كنتش هعمل والله عشان رجلي وجعاني اي حاجه، بس ايه الاخت فاطمه تهيألي اسمك فاطمه صح؟ قالت لي الصوت واطي قوي ومش باين، فانا عشان كده قلت اجرب تاني كده اشوف الصوت كده يمكن يبقى كويس معاكي يا اختي، واقول لك بالظبط المقادير. وبعد كده هكتب لكم ان شاء الله المقادير برضه عشان تبقوا عارفين، عشان لما تشوفي الطريقه تبقى انت حافظه المقادير ايه. عموما الاول كلامنا كده نبدا بالرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين. بصوا يا جماعه انا معايا بص من نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها اللي هي الثانيه دي، وهي دي اهي نص كوبايه سمنه وحطيت لها حتتين زبده صغيره اهو. خلاص اهو يا رب الصوت يكون واضح. كوبايه ونص من نفس الكوبايه، كوبايه ونص سكر، ومن نفس الكوبايه كوبايتين دقيق منخول عليهم باكو محسن كيك، عشان لو ما حطيتيش محسن كيك يبقى هتضطري تحطي باكو وتحطي تلت معلقه بيكربونات صوديوم اللي هي الكربوناتو يعني كربوناتو. اوكي معايا كيسين فانيليا ومعايا بيضتين. خلاص طبعا حطيت على الدقيق رشه ملح، معايا ايه نص كوبايه لبن، ومعايا موز مهروس حاطه في التلاجة 4 صوابع موز كده حطاهم في التلاجة مهروسين. اول الخطوات بتاعتنا بنحط الزبده كده. طب اركن التليفون ثواني ده معايا كده. حط الزبده والسمنه، زبده يا سمنه بلدي، بس انا عندي اللي هي اللي جايباها سمنه جولد دي جميله قوي مختلطه يعني طعمها حلو في الاكل قوي، هي مش غاليه يعني عشان ظروف الناس برضو. دي جايباها ب155 جنيه من بالكم، التانية بقت ب100 فرقتش، فجبت المختلطة. اهالينا زمان كانوا بيعملوا كده يا جماعة، لما يعملوا يحطوا زبدة على يجيبوا علبة سمنة ولا حاجة ويحطوا ده على ده يعني عشان الحياة تمشي. أنا خدت الزبدة الصوت هضربها لما تبقى زي القشطة كده السكر يبوش خالص، وبعدين ايه هوريكم هعمل ايه. اوكي بصوا بعد ما شكله بصوا ده طبعا هو اللي مغمق البتاع ولا معرفش ليه هو لونه ابيض. لما كلهم مع بعض اتجانسوا خالص كويس كده خلاص هننزل ببيضه بيضه زي ما انتم شايفين. هحط بيضه بسم الله بسم الله. معانا ايه كيس الفانيليا بتاعها، كل بيضايه بحط لها كيس فانيليا، لان الفانيليا دي حبه رشه كده صغيره
وانا ما بحبش الزفاره بصراحه في الحاجه. هضربهم بقى واوريهم لكم. ماشي اهو يا حبايبي بقى. حطيت البيضه وحطيت السكر وضربناه خلاص. اضربهم بقى، اضربهم وبعدين احط البيضه التانيه واحط باكل فانيليا التاني. اوكي التانيه بعد ما التانيه اختفت والباكل فانيليا نضربهم باللبن. نص كوبايه اللبن عشان كله يغوش بقى. السكر لازم يغوش قوي. بس هنحط بقى الدقيق. هنحط الدقيق بقى، نحط الدقيق نحط البيكنج باودر. طبعا لازم تبقى داخله الدقيق ده. ماشي ولع الفرن قبل ما انتي تشتغلي. على فكره معلش نسيت اقول لكم، ولعت الفرن قبل ما اشتغل ودهنت الصينيه مدوره مستطيله براحتك. حطيت باكل محسن، خدي بالك زي ما قلت لك لو ما عندكيش المحسن، لان المحسن يعني انا بستكفى فيه. ممكن تحطي باكون باودر زي دوت الاول عادي، وتحطي معاه ربع معلقه كربونات. خلاص هحط قلبت كل البيكنج باودر قصدي مع البتاع المحسن. هنزل بيه بسم الله مره واحده على طول. خلاص كده خلاص. وافتح المضرب على واحد، على واحد بس كده. خلاص اهي خلصت. بصوا بتديكي من ورا اهو زي ما اتفقنا كده. هي خلاص دي بتترعش. معلش انا عندي الاعصاب كمان. بصوا كده هنزلها بقى في القلب واحطها في الفرن. تاخد في حدود بتاع بالظبط بتاع نص ساعه ساعه يعني اقل، الله اعلم لسه بشوف. هتاخد قد ايه في الفرن ده؟ تلت ساعه نص ساعه زي ما تاخد. خلاص هصبها في القلب. انا القلب حاطه فيه ايه؟ دقيق سمنه ودقيق. هصبها قدامكم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بقى على ما هي تطلع من الفرن. انا خدت 3 معالق كريم شانتيه اهو، خدوا بالكم. ده للتزويق بقى. معلش صوتي بيروح. ده للتزويق. وعليهم ايه؟ هنحط ربع دلوقتي مع ده كريمه خام. ده حطيت عليه معلقه سكر واحده بس. انا هنزلش بيه كله، هنزل بس في حبه كده. وانا هرسه هنا 4 موزات هتتحط على الكريمه بعد كده. ضربت الكريمه لما خدت اللون بتاعها. هضرب بقى الموز معاها واوريكم. تجيبي بواكي على فكره اللي هي الكريمه العاديه، تجيبي باكوين لان ممكن يحتاج الموز منك لما تحطي، لان انا حطيت معلقه كمان واخدين بالكم. فتجيبي باكوين. هتضربي الاول الكريمه لوحدها لما تطلع معاكي زي الفوم. وبعد كده طبعا انا خدت ربع كوبايه لبن بس على ال3 معالق اللي انا خدتهم. اللبن اللي عندي كان حاطه عليه معلقه سكر الواحده. وده بقت زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا كده اهو عشان ايه لما تطلع وتهدى ونزوقها بيها. ماشي هتشوفوا تزويقها في الاخر. اوكي بس هي هتبقى كيكه موز جميله جدا. تنفع كمان تقطعي موز. مش كده بقى بعد ما خرجت خلاص. طبعا لسه احنا عاملاه كده بدل ما اعمل بسكوت وبتاع عملت الكيك احسن. عندي كوبايه ميه. اوكي احط 3/4 نص او 3/4 كوبايه ميه مغليه. احط عليهم باكو جوليا. ده مشمش ما بقتش موز. كويس كويس كويس. بقطع هنا 3 موزات. اوكي طبعا هي هديت شويه. مش كويس اوي. هنحط على الموز جيلي كده. خلاص خلاص. هنزل بيه بقى على ايه؟ على الكيكه وهي دافيه كده. متخافيش هتشربوا عادي عادي جدا. ماشي
تشرب، انا عايزاها تشرب. بعد كده هتهدى خالص بقى، هحطها في التلاجة. اوكي ماشي، تشرب بس. نحطها في التلاجة تهدى، وبعدين ايه نطلعها نحط عليها الكريمة. ايه سبتها في التلاجة 3 ساعات عشان تجمد. بصوا احط بقى عليها الكريمة، ننزل الكريمة. بسم الله. دي الكريمة اللي احنا عملناها بالموز. انا مسويها على قد ما اقدر. طبعا الكيكه دي بقى بتحب ايه؟ الشوكولاته. الموز بيحب الشوكولاته. عايزه تعملها لها ممكن طبقه شوكولاته، ممكن. بس انا هستكفى وهرش عليها فرماسي بني بس. تحتفظ بيها في التلاجة ما تنشفش، لازم تحط لها ستريتش كده. اوكي انا حطيت لها ستريتش عشان نحتفظ بيها في التلاجة وما تنشفش، تقعد معاكي كده 3 4 ايام، ممكن تقعد كمان اسبوع. بس طبعا الحاجات دي ما بتقعدش يعني. باي.